انا كده المنشأ بتاعي بعد ما حل هدخل على قائمة ديسبلاي. الخطوة اللي بعد كده ديسبلاي شو تيبل، ومفروض بطلع منها حاجتين. من هنا كده بختار من الموديل، تمام، بختار السيستم داتا، ومنها بختار التاور ستوري، وبختار حاجة اسمها ستوري ديفينيشن. في الايتاب اللي قبل كده اللي هو الايتاب 16 كان حاجة اسمها ستوري داتا، هنا اسمها ستوري ديفينيشن. تاني حاجة بخرجها ايه؟ من انالايز دي بختار structure output، وبضغط عليها كده بختار other output item، وانا عايزه مين؟ story forces. الكلام ده بخرجه ليه؟ عشان احسب القوة الزلزالية في كل دور، تمام، عن طريق شيت اكسل. فانا محتاجه اطلع الحاجتين دول. هنا كده هعمل كليك يمين، او لو مش عايز يعمل كليك يمين هو المفروض من هنا كده شفت كنترول سي واروح على الشيت. هنا كده كنترول في او كنترول زد كده، كنترول في، تمام. ومن هنا كده بروح اختار الستوري فورسز، ومن اوت بوت دي بختار حالة تحميل الاي كيو، تمام. المفروض ان انا بصدر النتائج دي كلها من فايل export current table to excel لو انا عايزه اصدره او اخده كوبي بس. من هنا كده فتحت الاكسل من بيج لاي اوت، اظبط هنا كده. انا المفروض الشيت عندي هنا محتاج ايه؟ الاي كيو واللوكيشن والبي والفي اكس والفي واي والام اكس والام واي. مختار اللوكيشن، البي الفي اكس الفي واي الام اكس الام واي، وبختار ايه تاني؟ اللوكيشن والكيس والستوري. هنا اللوكيشن، هنا كده ديليت، بظبط حاجات اللي انا ده ايتاب 19 مختلف شويه عن ايتاب 16. هنا كده توب وبوتوم والاي كيو والكومباينيشن دي مش محتاجاها، تمام. باخد الكلام ده كده كنترول سي واروح على شيت الاكسل هعمل كنترول في. المفروض ان ده كده ملهمش لازمه. بضغط على الشيت اعمل جيت ويت عشان اجيب الويت، واروح هنا كده على الاف بيز، بختار هنا بقى على حسب المنطقه الزلزاليه الاولى او التانية. احنا هنا التانية رينفورس الكونكريت سي، الحاجات دي ما بغير فيها على حسب ايه طبيعه المنشأ. هنا كان الاتش عندي ب30، بختار نمبر كده ب10، وبستنى على ما الشيت هو بيحمل الايه الارقام، تمام. بروح هنا كده على البيلدنج داتا، بلاقي الشيت حسب لي كل الفورس في كل دور نتيجة الزلزال. المفروض بعمل بعد كده ايه؟ بقفل ده بقى ملوش لازمة. المفروض باخد الكلام ده كوبي واحطه تاني في الايتاب. بفك الحل ومن ديفاين بدخل على اللود باترن، ومن هنا كده اختار الاي اكس 1، بعمل موديفاي واعمل ايه هنا بيست، كوبي، اوكي خلاص، كنترول في، تمام. ودي بالموجب. بختار حالة التحميل التانية واعمل بيست برضو، بس اخلي دي هنا كده بالسالب. حالة تحميل الواي موديفاي لود، موديفاي لاترال لود، واحط بيست في الواي ودي بالموجب. هنا كده موديفاي لاترال لود بيست في الواي، كنترول في، بس دي بالسالب. كده انا خلصت ايه؟ حطيت القوة في كل دور. باقي حالة الرياح،
الريح بدخل عليها كده بعمل موديفاي لاترال لود، ما بغيرش اي حاجة هنا. تمام. بختار بس اهم حاجة ان الرياح تأثر من الستوري 1 لحد التوب ستوري اللي هو الستوري 10 عندي. الحاجات الباقية دي ما بغيرش فيها، بس هنا سرعة الرياح بغيرها على حسب مين طبيعة المنشأ موجود في انهي مكان، وبضرب في 2.25 عشان احول دايما المنشأ هنا بالمتر على الاور. التانية في الاكواد بتبقى موجودة ثواني كده بالميل على الثانية، عشان اعمل التحويلة دي اضرب الرقم بتاع المنطقة اللي في الكود في 2.25. فتقريبا انا هنا هحطه ب100، وهنا دي على حسب اهمية المنشأ بي او سي او دي على حسب ده. الارقام دي بتعتمد على حسب مكان المنشأ موجود فين. هنا عشان اعرف منين بقى الاتجاهات بعمل موديفاي، ومن هنا كده بختار ان ده 0 عشان ده الاكس، وبعمل اوكي. بدخل على حل تحميل الواي، من هنا كده بقوم جاي عاملاه 100. انا المفروض بختار هنا الويند سبيد على حسب المنطقة اللي انا موجودة فيها، وبضرب الرقم في 2.25 عشان احوله لمين، لمتر على الاور. ومن هنا كده هعمل موديفاي واعمل مين 90 عشان دي حالة تحميل الواي. تمام. هو هتلاقيه بيحسب لوحده. انا كده موديفاي لاترال لود، موديفاي هو كده حسب الرياح اهوت في كل دور. اوكي اوكي. وحالة التحميل التانية بس اتأكد ان انا غيرتها من ستوري 1 لستوري 10. ده كده الاكواد دي اللي هي الاسك 7/16 دي، ده الكود السعودي. اوكي. مفروض ان انا بحل المنشأ تاني، وبعد كده بعمل التشيكات بقى ان انا اشوف المنشأ ده مسيف ولا لا. هقفل الفيديو.